السلام عليكم، انا محمد مصطفى مستشار عقاري في دبي، والنهارده جايب لك مشروع جديد مع المطور بنغاطي. ادي ارض المشروع زي ما انت شايف كده اهو. المشروع تحفه معماريه عباره عن طورين احلى ديزاين، اسمه بنغاطي سكاي فليم. المشروع موجود في منطقه مجان، الشارع الرئيسي على طول مباشره هنا شارع الشيخ محمد بن زايد. والاطلاله اللي ورايا دي على طول هتبقى اطلاله المشروع، كمان اطلاله الحديقه المركزيه فيها ملعب بدل وملعب تنس ولا مفتوحه زي ما انت شايف كده في منطقه مجان. حتى المبنى اللي بيتبني هنا ده قدامنا دلوقتي هيكون عباره عن ميد رايز بيلدينج 8 طوابق، فانت عندك اطلاله مفتوحه. فرصه النهارده مشروع بنغاطي ده ان سعر الكاش 550 الف درهم للاستوديو، والغرفه وصاله ب 1,050,000 درهم على الكاش. فرصه كويسه جدا للناس اللي بتدور على سعر دلوقتي تحت سعر الماركت مع مطور كبير زي بنغاطي على الكاش وتدفع كاش. طب لو تاخد بيمنت بلان هتاخد السعر العادي. تعال بقى نحكي عن المشروع بالتفصيل. اول حاجه ابدا لك بيها منطقه مجان. ليه تستثمر في منطقه مجان؟ مجان هي موقع استراتيجي على شارع الشيخ محمد بن زايد مباشره، تبعد بس عن الداون تاون 18 دقيقه، جنبيك المدينه الاكاديميه 10 دقائق، جنبيك القريه العالميه 5 دقائق، قدامك عالم المغامرات للاطفال اللي هي واحده من اكبر الملاهي اللي موجوده في الشرق الاوسط. كل الخدمات دي بتدل ان المنطقه عليها طلب، في ناس كتير عايشه موجوده في المنطقه، والمنطقه بتحقق عوائد ايجاريه عاليه. يعني انت كمستثمر هتهتم بالعوائد، انت هتحقق عوائد ايجاريه كام؟ هنا الايجار في المشاريع اللي اتسلمت مؤخرا ما بين ال 50 وال 70 الف درهم للاستوديو، والغرفه وصاله ما بين ال 80 لحد ال 100 الف درهم للغرفه وصاله، فتقدر تحقق عائد ايجاري هنا 8% لحد 10%، ودي ممتازه جدا. طب انا النهارده هقدر اعمل الكلام ده مع بنغاطي؟ بنغاطي مديك الاوفر دلوقتي، لو انت خدت استوديو ب 550 الف درهم واجرته ب 60 الف درهم عملت ال 10% صافي، ممتاز جدا، غير نمو راس المال اللي هيحصل لك. تاني حاجه هنتكلم عليها الغرفه وصاله. الغرفه وصاله سعرها مليون، لو انت خدت غرفه وصاله بمليون واجرتها ب 80 او 90 الف درهم فانت بتعمل 8% لحد 9%. فلو انت عايز نمو راس مال اكبر خد غرفه وصاله، لو انت عايز ايجار اكتر خد 2 استوديو مثلا حوالي المليون و100 الف درهم او المليون 110 الف درهم. فرصه كويسه جدا للاستثمار. اما بالنسبه للمطور بنغاطي فده واحد من اكبر المطورين العقاريين في دبي. السنه اللي فاتت بس محقق رقم عدد المبيعات اللي في دبي بالكامل، يعني الطلب عالي جدا من جميع الجنسيات من كل مكان في العالم. ده بيضمن لك ايه؟ بيضمن لك انك بتشتري من مطور عليه طلب دلوقتي، فعند الاستلام هتعرف تعمل اعاده بيع، وكمان الايجار. بنغاطي من اشهر الاسماء اللي معروفه في السوق العقاري في دبي، بدأ من 2004 في السوق العقاري لحد النهارده مسلم اكتر من 40 مشروع على مستوى دبي، ليه مشاريع في كل مكان. فواحد من المطورين الموثوقين، بيتميز بثلاث اصفار، صفر تاخير، صفر كانسليشن، وصفر كومبلين. ما عندوش اي مشكله ولا شكوى في اداره رواد الاملاك ضد بنغاطي. ليه؟ لان سمعته الكويسه والتسليم في الموعد حكمت على الناس كلها انها تستفاد، وكل الناس اللي اشترت من بنغاطي عرفت تستفاد بعوائد ايجاريه عاليه او حتى نمو راس المال السريع، لانك انت بتستلم المشروع خلال سنه ونص. والمشروع اللي زي ده هنحكي عنه دلوقتي بالتفاصيل اكتر، شكل المشروع، الديزاين بتاعه، قدامك دلوقتي هجيب لك كل التفاصيل عن المشروع. فرصه كويسه جدا للناس المهتمه في الاستثمار العقاري في دبي انها تبدا دلوقتي الاستثمار في 2026 مع مشروع زي ده بالديزاين اللي احنا شايفينه قدامنا. خطه الدفع العاديه برضه هنعيشها مع بعضنا. اشترك معايا في القناه وارقام بتظهر عندك على الشهر، ومحتاج تفاصيل تقدر تتواصل معايا. يلا بينا نتكلم عن المشروع دلوقتي. اسمه بنغاطي سكاي فليم منطقه مجان. هنشوف شكل المشروع دلوقتي. زي ما انت قدامك تحفه معماريه، زيه زي افخم اوتيل موجود في دبي، زي جوميرا اوتيل او مثلا رويال اتلانتس، ميكس كده ما بين البنايات. شكل جميل، خدمات راقيه جدا على الشارع الرئيسي على طول. فرصه كويسه جدا، وهنشوف الكلام ده دلوقتي. هنشوف الايجارات، هنشوف اللوكيشن، هنشوف كل بقيه التفاصيل دي على الشاشه دلوقتي. زي ما شايف المشروع هديك الكونفيجريشن تبع المشروع. المشروع هو عباره عن طورين، طور A وطور B. التاور A ده اللي هو اللي على على الشمال دون، وتاور B اللي على اليمين. طبعا الطرح دلوقتي كله على التاور A، او الكلام كله على التاور A اللي على الشمال، اللي فيه الخدمات دي، اللي فيه مدخل رئيسي. هيكون عندنا مدخلين، هيكون في عندنا مدخل للباركن، عندنا الجراوند هيبقى فيه 29 محل، 4 طوابق للباركن، بعد كده الطابق الارضي للخدمات، بعد كده 29 طابق. البنايات اللي فيها المسبح دي، اللي فيها البول دي، هي الشقق اللي فيها البول دي شقق اللي هي الرويال 2 بيدروم رويال. دي جميله جدا. ليه؟ عندك 180 درجه فيو على اليمين وعلى اليسار وقدام، اطلالتك مفتوحه، وعندك تراس كبير، وعندك كمان مسبح انفينيت، مسبح كبير داخل المبنى ذات نفسه. دي جميله جدا. وعلى العرض اللي نازل دلوقتي خصم الكاش هايله جدا، الاسعار خصم الكاش جميله. تقدر تستفاد منها دلوقتي وتعمل استثمار قوي جدا جدا، لانك انت هتشوف الفرق ما بين السعر الاصلي والسعر اللي بعد الخصم. هنتكلم في النقطه دي بعد واحنا شغالين. تمام، بس نرجع للمشروع والكونفيجريشن، واشتركوا في القناه معانا لو مهتمين في العقارات، والتواصل طبعا على التواصل مباشره. تمام، ده كده المشروع قدامنا زي ما احنا شايفين. هم الطورين، طور A وطور B. هنقدر نعلم هنا كده اهو. تمام، طور A ده طور B، وده كده شارع الشيخ محمد بن زايد، هنشوفه تحت دلوقتي. تمام، طبعا المشروع هو معظم الجنسيات اللي شارع من بنغاطي. طبعا اتكلمنا عن بنغاطي، واحد من اكبر المطورين العقاريين في دبي. السنه اللي فاتت كانت توب
رقم واحد مبيعات على مستوى الامارات كلها، التوب سيلز هو كان بنغاطي. فخلي بالك ده بيديك انديكيتور مميز جدا، وهو ان الطلب عالي جدا عليه والناس بتشتري، فاكيد لما تيجي تبيع هتلاقي طلب جدا عليه، ولما تيجي تاجر كمان هتلاقي طلب كبير جدا عليه. ودول في منطقه مجان التوب باير ناشوناليتيز ان مجان، اللي هم اعلى جنسيات شارين في مجان الفتره اللي فاتت، لان بنغاطي ليه طرحنا 3 مشاريع قبل كده في بنغاطي، او في 3 مشاريع في مجان، وده الرابع. فعندنا دلوقتي دول اكتر جنسيات اشتروا في مجان. عندنا المواطنين دوله الامارات، الهنود، المصريين، السعوديين، ما شاء الله المصريين واخدين مركز قوي جدا رقم 3، السوريين، الاردنيين، الباكستانيين، اليو كي برضه. الجنسيات اليو كي ده برضه عرب وغير عرب، فاللي هو مثلا واحد عربي عايش في يو كي ومعاه الباسبور مثلا والجنسيه، تمام. اللوكيشن انت قريب من اهم 5 حاجات دول هنتكلم عنهم. غير لما نفتح كده الماب هنلاقي ان انت قريب من حاجات تانية كتيره، زي مثلا دلوقتي انت قريب من القريه العالميه، ودي وجهه سياحيه جنبيك 5 دقائق، جنبيك مثلا العالم المغامرات قدامك على طول الناحيه الثانيه، جنبيك دبي مول او المولات، في كذا مول جنبيك، بنتكلم من 5 ل 20 دقيقه تكون ما بين المولات دي. عندك مثلا المطار دبي انترناشونال ايربورت 20 دقيقه، المكتوم انترناشونال ايربورت 20 دقيقه، لانك انت خلي بالك على شارع رئيسي، شارع الشيخ محمد بن زايد، ده هاي واي، ده زي مثلا في مصر كده الدائري او في اي مكان اوروبي بيبقى فيه هاي واي، انت في الهاي واي هنا بالظبط، اللي هو شارع رابط الامارات كلها ببعضها اصلا يعني. دي كده منطقه مجان، هنشوفها بطريقه افضل شويه دلوقتي. ماشي، ده كده شارع الشيخ محمد بن زايد، ده كده المشروع. طبعا طور ايه وطور بي، هنخش بس على الخدمات الاول، نشوف الخدمات اللي تستلمها. زي ما قلت لك انت بتستلم الديزاين بتاع المشروع، هو ريزورت، هو اوتيل، فانت زي مثلا زي جوميرا اوتيل، او مثلا زي رويال اتلانتس اوتيل، فانت بتتكلم على الشكل جميل جدا. فانا مديك خدمات جوه المشروع اكتر من 15 خدمه زيك زي الاوتيل. عندك انفينيتي بول اهو مثلا قدامنا اهو، عندنا مثلا هنا انفينيتي بول مثلا، تمام، للكبار، مسبح للاطفال، كيدز بلاي اريا، بادل كورت اللي هي قدامنا دي ملعب البادل، والتنس كورت برضو، ملعب الباسكت بول، سوري باسكت بول كورت، اماكن للتجمع واماكن هنا للالعاب برضو، سيتنج اريا، جيم داخلي وجيم خارجي، جرين اريا. دلوقتي معظم البنايات في دبي الجديده بالذات مودرن شويه وسستينبل، فبينزل لك مع البنايه حديقه واشجار ومساحات خضراء، فده كانك عندك جرين اريا او بارك جوه البنايه ذات نفسها، تمام. فدي حاجه كويسه. وخلي بالك البادل ده بيجيب لك كواليتي عاليه جدا من المستاجرين ومن البايرز برضه. في ناس هو لو لقى البادل هيشتري، لان ده فور فري، هيستخدمه طول السنه مجانا، ما بيدفعش حاجه، انت بس بتدفع رسوم الخدمه كاونر، وهو لو اشترى منك العقار فعند الاستلام يعني، فهو بيدفع كرسوم خدمه بس، ما يدفعش اشتراك للبادل ولا للباسكت بول، فجميله جدا. المبنى عائلي بدرجه كبيره، واللوكيشن حلو، كانك انت على الشارع الرئيسي على طول، دي حاجه جميله، انت بينك وبين المدخل والمخرج دقيقتين يعني. دي منطقه الجلوس برضو هنا زي ما احنا شايفين، هنا السيتنج اريا والمساحات خضراء برضو. هيكون عندنا سينما، وعندنا جوجينج تراك، وعندنا ووكينج تراك برضو، وعندنا ووتر فيتشر مثلا زي الووتر سبلاش مثلا للاطفال، او الفاونتن نافوره وكده. ودي هنا منطقه الالعاب برضو، وده الووكينج اريا، وده الجوجينج تراك زي ما شفناه. كل ده موجود عندك في الطابق الاول في البنايتين، البنايه A والبنايه B. المساحات طبعا عندك دي مساحه كبيره جدا، عندك البول للكبار مساحته 710 سكوير متر مربع، جميله جدا. الووتر الشالو ووتر برضو بول، الشالو ووتر بول ده الاماكن البول اللي نقعد فيه ونسترخى كده ونشرب حاجه، وعندنا اماكن للجلوس زي ما انت شايف كده، هو داخل الميه، ده بنتكلم 290 متر مربع. وعندك البول تبع الاطفال 160 متر مربع. الكلام ده كله دي مميزات، بس انت بتتخيل فيها ان انت عندك الحاجات دي، فاللي بيجي يأجر منك هو هيدفع لك اللي انت عايزه في مقابل ان ياخد اللايف ستايل ده. انت واخد كل حاجه داخل المبنى، مش محتاج اي حاجه من بره، العاب، ريلاكسين، سينما داخليه، جيم، كل اللي انت عايزه، مسابح، زائد كمان انت عندك تحت المبنى قلت لك 29 محل تجاري، ودي نقطه كويسه جدا. لو انت فكرت في الاستثمار في محل تجاري هتبقى عملت انجاز كبير جدا في حياتك. لو انت شاري شقه ودلوقتي بتفكر تشتري شقه او معاك ثمن المحل، روح لمحل تجاري. للمحل التجاري عدد الشقق كتير، عدد الفيلل كتير، لان الطلب طبعا هناك كبير. عدد المحلات قليل جدا جدا، بس الطلب كبير برضه في دايره المستثمرين، الطلب كبير جدا على المحلات كايجار، كان هو يفتح محل. لو انت مثلا صاحب بيزنس وعايز تفتح بيزنس، فيفضل ان يكون المحل باسمك او بتاعك، بتوفر الايجار. طبعا انت بتدخله في الميزانيه جوه، او في البيزنس مانجمنت، ان هو بيدفع له ايجار، انا فاهمين القصه دي. لكن انت برضو في البدايه انت مش عايز تدفع ايجار، فانت عملت حاجتين: استثمرت، انك انت تملكت عقار استثمرت فيه، سعره بيزيد، لو حصل اسوأ كيس سيناريو هتأجره، مش
مش هتفتح البيزنس بتاعك. بس لو البيزنس بتاعك اشتغل وفي الاول انت محتاج سبورت انك انت ما تدفع، انت وفرت ايجارات الست شهور الاولانيين في البيزنس. انت عارف ان هي بيزنس ممكن ياخد من 3 شهور ل6 شهور عشان يقف على رجليه او عشان يظهر للجمهور، فده هيكون فتره كويسه جدا ليك انك انت ما تدفعش، تكون عملت سيفنج للفلوس دي بدل ايجار تكون حطيتها فين؟ في محل. بالذات ان الايجار غالي، القدم بيتاجر ب 400 درهم و500 درهم للقدم، تمام؟ فدي ايجار المحلات التجاري بيبقى غالي جدا، تمام؟ فدي حلوه لو انت تقدر تاخد محل. ما تقدرش تاخد محل، عندك الاستوديو وعندك غرفه صاله، لان احنا بنتكلم في استثمار. الاستثمار ان انا عندي مبلغ اقدر اجيب منه عائد، ده الاستثمار بالظبط كده. ده طبعا تاور بي، تاور ايه، الرويال. دول الشقق الرويال خلي بالك منهم، مهمين جدا. دول على طول اطلاله زي ما قلت لك، اطلاله اماميه واطلاله على شارع الشيخ محمد بن زايد واطلاله كده، فانت عندك 160 درجه 180 درجه اطلاله، تمام؟ جميله جدا. والاسعار، هكلمك على الاسعار. السعر النهارده الكاش هتاخد خصم كبير. هنزل الاسعار قبل الكاش واوريك السعر بعد الكاش عامل كام. المساحات طبعا مساحات عائليه كبيره زي ما انت شايف، مساحات كبيره، ودي اكبر مساحه. ما تبصش لاكبر مساحه، ما تفكرش تاخد اكبر مساحه ابدا، لان الاكبر مساحه دي بتبقى اكتر من السوق، مش من بتبقى بتدفع فلوس كتير عشان خاطر تاخد مساحه اكبر، بس في الاخر الايجار بينك وبين العادي مش هيبقى كبير، ففضل انك تاخد المساحه المعقوله. في التو بيدروم هنا المساحه قريبه من بعضها فاوكي، لكن عندك الغرفه وصاله مثلا 739 معاك في حاجات بتوصل 1300، لا انا مش عايز 1300، اخد تو بيدروم وادفع الفرق في السعر، لان انت شايف الفرق بينهم دي اكبر من التو بيدروم كمان، الا اذا تاخدها وتحولها لتو بيدروم فتبقى جميله جدا. لو بس لازم تتاكد ان المطور يسمح لك انك تعمل السيبريشن اللي انت عايز تعمله دون، او الديفيجن دون، او انك انت تعملها جبسون بورد، فبالتالي مش هيبقى فيه ريستريكشن كبير جدا، تمام؟ التو بيدروم رويال سويت دي او الرويال سويت دي ممتازه جدا، اللي فيها البول، هي الوحيده الرويال سويت دي اللي هم من فوق كده اللي معاها بول، معاها تراس كبير، وعندك مساحه داخليه، الدنيا جميله جدا جدا يعني، تمام؟ والسعر الادم طبعا افضل سعر ادم في السوق. بنتكلم اسعار الادم هنا للاستوديو من كام لكام، يوصل لكام سعر الغرفه والصاله مثلا. انا بحاول بس امشي بسرعه لان الفيديو ياخد وقت، يعني انا وانا بسجل دلوقتي قدامي 10 دقائق لسه بتكلم في الحته دي، فمساحه كبيره، الوقت كتير وغير الفيديو الاول. المساحه هنا هو طبعا الغرفه والصاله سعر الادم من 987 لحد 1580 لحد 1637، فده افضل سعر ادم موجود في دبي كلها حرفيا دلوقتي، ومع مطور كبير زي بنغاطي في لوكيشن زي ده في تصميم زي ده، انت مش عايز حاجه، انت يو جات ايفريثينج خلاص يعني. الاسعار دي الاسعار قبل الديسكاونت. بنتكلم الاستوديو سعره 700,000 درهم، الغرفه والصاله مليون و100، الغرفتين والصاله مليون 649، ثلاث غرفتين الصاله الرويال مليون 774 او 75. السعر ده قبل الخصم. طب بعد الخصم الاستوديو ب 700,000 اللي بيبدا لحد 800,000، يعني يعني لو انت ب 800,000 ده خدته هتاخده على الكاش ب 585 لو انت غير مش من اهل الخليج، لو انت من اهل الخليج هتاخده ب 550. طيب لو الغرفه والصاله من مليون و100 لمليون و200 هتاخدها بكام؟ هتاخدها بمليون و50 لو انت غير اهل الخليج، ولو انت من اهل الخليج هتاخدها بمليون درهم. طيب لو انت من غير اهل الخليج وعايز تاخد سعر اهل الخليج، تاخد 2 يونتس يتحسب لك بسعر اهل الخليج. يعني مثلا الاستوديو 700 سعره على الخصم الكاش للمواطنين او اهل الخليج 550، انت 585 تاخد التين استوديو تحسب لك الواحد على 550 تاخد نفس السعر، تمام؟ فده كده اتكلمنا عنه. دي الماتيريالز طبعا كواليتي عاليه جدا، ده بيوضح لك الماتيريال اللي انت بتستخدمها، اللي بيستخدمها المطور في الانشاءات، الماربل اللي موجود في اللوبي، المرايات اللي مستخدمه، الترافانتين ستون، الفيتشر ماربل في اللوبي طبعا اتكلمنا عنها. هنا طبعا الستون الترافانتين ده واحده من اقوى البورسلين والكلام البراند البورسلين الموجودين، والسيراميك، الجنرال وود طبعا، الميرور، الماش جلاس، الليذر، الوايت بانت، الحيطان كلها تبقى مدهونه بالابيض. طبعا الكلام ده كله لما بنقعد ممكن نتكلم فيه اكتر، بس هو يعني قدامك الشاشه وقدامك الكلام كله واضح ان انت بتستلم حاجه كواليتي عاليه جدا، ودي فرصه. المشروع تحفه يا جماعه. وخطه الدفع عندنا خطتين، دي الخطه دي اتلغت خلاص، في خطتين دلوقتي، يا تدفع كاش يا 50 50 50 خلال الانشاء تدفع 60 40 عفوا، بدل 70 30 بقت 60 40، 60% خلال الانشاء و40% عند التسليم، وعندك خصم 4% رسوم التسجيل لو هتاخد بدون الكاش. لو هتاخد مع الكاش مش هتاخد خصم 4% رسوم التسجيل، بس هتاخد خصم يصل ل 550 الف درهم للاستوديو، والغرفه وصاله مليون درهم. فده كده المشروع
تحفه معماريه. الرويال دول ركز عليهم، لو انت تاخد تو بيد روم رويال ممتازه جدا، سويت رويال هايله جدا جدا. الايجارات هناك في المنطقه عشان وقت الفيديو بس، الاستوديو بيتاجر ما بين ال 50 لل 70 الف درهم، الغرفه والصاله بتتاجر ما بين ال 80 لحد ال 100 و 110 الف درهم في الرينج دوت. ما زال انت لسه في فرصه قدام انك انت تأجر بسعر اكتر، لان الاسعار عندنا بتزيد كل سنه 7%، 9%، 10%. فانت لو زادت بس معاك 15% لحد الاستلام، 15% بس لحد الاستلام، فانت ضمنت ان الايجار بتاعك هيكون عالي، وتقدر تحقق عائد ايجاري من 8% لحد 12 13%. بناء على الديسكاونت ده انت هتعمل فينومينال ريتيرن اون انفستمنت. تمام. انا محمد مصطفى، مستشار عقاري في دبي. شكرا لكم. انا محبط، مش انا هادي شويه النهارده عشان الصيام، وده اخر اليوم الساعه 6 الا تلت، فهو اوريدي فاضل تلت ساعه او 40 دقيقه على الفطار، فخلاص الانرجي راحت خالص. نشوفكم فيديوهات تانية ان شاء الله، واشترك معانا في القناه، وارقام التواصل عندك على الشاشه. محتاج اي تفاصيل الحق العرض، اكتر من 150 ادفرتايزمنت لحد النهارده، اعلانات على المشروع دون. الناس مهتميه في المشروع من كل من حي العالم، المبيعات شغاله، ودي فرصه كويسه جدا عشان تعمل انت فلوس. وقت ده تقدر احلى وقت تعمل فيه فلوس بالسعر ده. السلام عليكم.